أنا كذلك بس ولاية صفاقس نقول صفاقس قطب اقتصادي، لابد اللي نحافظوا على الصفة هذه وننميوها ونطوروها إن شاء الله. صفاقس إخواني تعاني من عدة أشياء، تعاني من تلوث ولا حل إلا معالجة موضوع السياب وتحويلها. صفاقس تعاني من انسداد حركة المرور ولا حل إلا محاولات في المناطق الحساسة والرئيسية، ولا بد كذلك من مترو خفيف، لا بد من الاهتمام بالطرقات. صفاقس تعاني من غياب السياحة العائلية وغياب الترفيه، ولذلك لا بد من شطوط لايقة، ولا بد من فضاءات للترفيه، ولا بد من مناطق خضراء. صفاقس تعاني من التشغيل كبقية المناطق، وصفاقس تعاني خاصة من معتمدياتها الداخلية والريف اللي يحتاج لتشغيل ومعالجة قضية الفقر، ومعالجة مسألة مد شبكات المياه ولتصريف التصريف والتطهير. والمناطق هذه تحتاج إلى أن يكون كل واحدة منها معناها من قطب اقتصادي إن شاء الله. ربي يوفقنا باش نفي بهذا الأمر ونكون في مستوى الأمانة نحن وأنتم. والسلام عليكم إخواني ورحمة الله وبركاته.